السلام عليكم، مرحبا بكم عندي في القناة. اليوم حبيت نشارك معكم وصفة دارت ضجة في المواقع التواصل، هي طاقية السلطان. قلت بوركوا با علاش ما نجربوهاش وهل تستحق التجربة او لا. اول حاجة واش نحتاجو، راح نحتاجو كيس تاع ماء، نحتاجو كيس تاع حليب يكون دافي. راح نخلط كامل هاد المكونات مع بعض، راح نضيف عليهم ملعقة كبيرة تاع خميرة الخبز ونخلط مليح، ومن بعد نضيف لها 4 معالق كبار تاع سكر. هذه الوصفة عجبتني صراحة، ولكن طريقة العمل تاعها تدي الوقت. راح نضيف عليها ملعقة تاع فانيليا، تحبوا ليكيد ولا باودر. نخلط مليح حتى يتجانسوا كامل المكونات. دونك دوكيجا غادي نضيفوا عليها بيان سور ما تنساوش الرشه تاع الملح اكيد. هذه بنتي اللي راها دير في الفوضى كيما هاك، سمحوا لي على الديرونجمون. دونك راح نضيفوا عليها 4 اكياس تاع زيت ونخلط مليح. من بعد نضيفوا بياض البيض دونك والصفار راح ندهنوا به من بعد الكيكه من الفوق. دونك هنا راح نبدا نضيف الفارينه، بيان سور غربلوها قبل ما تستعملوها، ونخلط قبل ما بالفوي. من بعد ابخي نستعمل يديه. راح نضيف الكاس الثاني ونخلط. دونك انا خلطت معايا 3 كيسان تاع فرينه، وكل وحده والفرينه تاعها. كاينه الفرينه تاعها اللي تشرب وكاينه الفرينه اللي طول ما تشرب. دونك هنا راني نخلط فيها مليح. هنا شوفوا العجينه كيفاش راهي تلصق. دونك راح نضيف عليها شويه تاع فرينه ونخلط. شوفوا العجينه ماذا بكم تبدل لاصقه شويه في اليد باش هكا تخرج مليحه. بيان سور ليكيب ما تنساوش ديروا لنا لايك في لا فيديو وبارطاجوا الفيديو مع دي زامي تاعكم اللي اول مره في القناه. ما تنساش دير لي متابعه وتخلي لي جيم. دونك هنا العجينه بعد ما خدمتها بالفرينه راح نقسمها على 2. الاولى نخليها كيما هي بيضه، والزوجه راح نضيف لها كاكاو. دونك هنا ضفت لها 2 معالق كبار تاع كاكاو. ماذا بكم الكاكاو يكون بني داكن باش هكا العجينه تاعكم تولي بنيه. فوالا انا هنا كنت درت بني جاي شويه فاهي، ومن بعد زدت عليه الكاكاو اللي كان اللون تاعو غامق. دونك ضفت عليه ملعقه تاع زبده تكون طريه ونخلطها مليح حتى تدخل كامل في العجينه ويتبدل لون العجينه الى اللون البني. فوالا مارو. الصراحه هذه الوصفه مليحه وماشي مليحه. مليحه المذاق تاعها مليح وبنينه تهبل، ولكن الخدمه تاعها تدي الوقت ياسر. دونك هذيكم العجينه وحده بيضه وحده بنيه. دونك راح نغطي عليهم ونخلي عليهم حتى يتخمروا ويتفاعلوا، من بعد نرجع لكم. انا بعد ما خمرت لي دونك راح نجيب البيضه ونفتحها بالفرينه او بالحلال بيان سور. هاهي ليكم. دونك هنا للاسف الشديد هنايا راح لي الفيديو، ما نتقبل حكي كنت نصور وانا ما كنتش نصور. ملي كنت حطيت الطبقه تاع الشوكولا فوق البيضه. هاي لكم النتيجه. دونك نلصقوهم كامل في بعضهم كما راكم تشوفوا، وراح ندير فيها الشوكولا كل وحده واش دير فيها من الداخل على حسب الاختيار، ونغلق عليها كما قلت لكم. اللي فيه هنا راح نسكر عليها. انا كنت درت لها الشوكولا ونبدا نسكر عليها كما راكم تشوفوا في الفيديو. هنا كي نسكر عليها هنا في النص نبدا نفتح كما راكم تلاحظوا بالموس ونبدا نرولي فيها.
كي نرولي كاع هادو الاتجاهات هذيك نسكرها عليها. دوك تشوفوا في الفيديو باش تفهموا مليح. هاديكم كيفاش ولا الشكل تاعها. هاي ليكم راح ندير نحطها في هذا المول. انا كنت دهنته بالزبده ونحطها فيه. يعني سهله الخدمه تاعها ماشي صعيبه ولكن تاخذ وقت. هاي ليكم النتيجه نتاعها. انا كنت غلقت عليها كيما باش ما تفتحليش. فوالا هذه النتيجه اللي تحصلنا عليها. هنا واش راح ندير؟ هنا راح ندخل عليها حتى نتخمر ونولي لكم. هاي لكم النتيجه بعد ما خمرت لي. دونك هنا راح ندهنها بالصفار تاع البيض. انا الصفار باش ما يجينيش ريحه الصفار فيها واش نديرها ملعقه صغيره تاع فانيليا ونضيف عليها شويه تاع حليب باش هكا تروح الريحه تاع الصفار تاع البيض. فوالا هنا راح كنت شعلت الفرن تاعي على 180 درجه. هنا ماذا بكم البنات تعسوها خاطر انايا ما عسيتهاش وكي ما عسيتهاش شويه تحمرت لي. دونك هذه لازم تعسوها باسكو ثم تحمر يعني على حسب الفرن اللي عندك. فوالا ليكيب فاصل ونواصل. هاي ليكم النتيجه نتاعها بعد ما طابت. يعني الشكل نتاعها خرج يهبل. دونك انا غير شويه احمرت لي من الفوق لازم تعسوها. انا هنا راني ندهن فيها من الفوق بالعسل. كنت حطيته ليها من الفوق باش هكا تعتبري يعني كل وحده والذوق نتاعها. تحبي ديري اي حاجه تحبيها. كان يحب يدير لها شوكولا كان يحب يدير لها الزبده يذوبها شويه هكا ويديرها فيها من الفوق. انا درت فيها العسل باسكو انا الاهل تاعي يحبوا العسل. هاي لكم الشكل نتاعها كيف خرجت تهبل. هنا واش راح ندير؟ هنا راح نقسم لكم حبه باش تشوفوها. انا ما استنيتش خليتها هي سخونه قسمت لكم حبه باش تشوفوا الشكل نتاعها كيفاه داير من الداخل. هاي لكم النتيجه. شوفوا الشكل نتاعها خرج يهبل. هاي لك الشوكولا. ان شاء الله تعجبكم الوصفه اكيد وتجربوها تقولوا لي عليها في لي كومونتير. هنا حطيتها في صحن تاع التقديم. شوفوا الشكل نتاعها خرج يهبل يعني تستحق التجربه. هي تعي في حاجه واحده انها تاخذ الوقت طريقه العمل تاعها. فوالا ان شاء الله تعجبكم وتجربوها. الى اللقاء.